السلام عليكم. معكم دريس مول الكرفان، ها هو جاي. المهم هذا الفيديو غنتقاسم معكم الطريق كيفاش من البدايه ديالها الى النهايه. انا باقي في لالمان، تحركت من مدينه هانوفر ودابا انا في فرانكفورت باحه ديال الاستراحه كيف كتشوفوا حدا الرموكات. غادي نتقاسم معكم كيفاش هي الطريق، شنو هي الصعوبه ديال الطريق، خصوصا ملي كتكون جار كروسه او جار معاك الكرفان. اوكي، المهم ان شاء الله غادي نعطيكم جميع ديك المسائل اللي خاصه في الطريق، اللي عمره ما دار الطريق وداك الشيء غيولي عارف كل شيء. وبيس. بعد قطع 900 كيلومتر مول الكرفان في الطريق الى المغرب. المهم الطريق راه الحمد لله راه بخير، هذاك الشيء غادي مزيان. دابا غندير واحد الاستراحه، غادي نوقف غنطيب واحد دكه ديال اتاي ونفطر باش نقاد بها الراس ونشد الطريق ديالي. الانسان اللي بغى يوقف ملي يكون الطريق ديالو للمغرب غيختار دائما شي مكان اللي هو كيكون امن، يكون حدا السكان مثلا بهذا الشكل هذا. يعني هذه الطريق العاديه ديال فرنسا، فهمتيني، مكان سكني يكون ما فيهش، يكون ترونكيل ويوقف على راسو يفطر على خاطرو في الامان ويواصل الطريق ديالو ان شاء الله الى المبتغى، الى البلد الحبيب. غنواصل معكم الرحله ديالي من المانيا مدينه هانوفر الى المغرب، الى الخزيرات، وبعدها الى مدينه الدار البيضاء. وبيس. دابا طلعنا الكرفان باش نطيبوا الدكيكه، البراد والبيضه الصغيره، فهمتيني. هذه ديال الكومبينغ، راه غادي نديروا شويه ديال الاضاءه، نحلوا الشرجم. اوكي، بريد غنطيبوا واحد البراد ديال اتاي وغنفطروا. عندي زويته بلديه ديال الطاليان ناضيه، بيضات، عندي الكاشير، فهمتيني. كلشي موجود كيف كتشوفوا. الخير ها هي العده عاوتاني، كلشي موجود هنايا. عندي البنان، عندي كرواسه. غنحل هاد الاله هنايا، هنا عاوتاني هادي فيها كلشي. هادي عامره بالخيرات ما شاء الله. فيها تمر لانه مزيان، تمر للطاقه، يعطيك الانرجي في السوقان ويخليك ما تعياش. كذلك عسل الحر البيو، شي حاجه كاليتي مزيانه حتى هي، ضرب لنا واحد المعلقه باش تعطيك شويه ديال الانرجي. عندنا الجبن حتى هو غنفطروا به مع بيضات واللعيبات، يطيب شي مقيله تكون ناضيه. وبيس، فهمتيني. دائما شجعونا، مرحبا بكم. شوفوا الطريق راه ما فيها لا ريسك لا حتى حاجه. كنا كنشوفوا بزاف ديال الاكاذيب وكيخلعوا عباد الله. وعندكم ونهاري خاص الانسان يعطي واحد النصائح اللي هي تكون صحيحه ونافعه، ماشي كذوب، ماشي البوز، ماشي للشهره ونديروا الرعب باش نطلعوا هذاك الفيديو ديالنا. لا، طريق مزيانه خاص الواحد غير يعرف فين يوقف وما يبي. كيف قلنا خاص العائلات ولا تكون بوحدك. انا هابط بوحدي، ما معايا حتى واحد، معايا الله سبحانه وتعالى ورده الوالدين. تعرف فين توقف، تعرف كيف تامن راسك. كذلك هذيك الفلوس اللي عندك وداك الشيء تعرف كيفاش تامنهم. دير واحد المبلغ اللي هو قليل بحال هكا اللي غتحتاج في الطريق باش دير ليسونس ولا دير المازوت ولا تدخل الطريق، تدخل لوطوروت، تخلص لوطوروت ولا شي حاجه. ولكن ما تشبتش، ما تبينش كلشي ديال الفلوس. حاول تخزنهم، حاول تطرفهم في شي بلاصه في السياره ديالك اللي ما يعرفها حتى حد. او من تخرج من السياره، النافي ديال الطوموبيل والتليفون ديالك حاول ما تبقاش خليه معلق امام في الجاجه في البرد بريز. حاول تحيد النافي وتحيد التليفون وخبيهم لتحت ما يبانش ولا شي حاجه. شنو اللي غتبين الخبز، تبين قرعه ديال الماء، شي حاجه اللي غتخلي باينه اللي عاديه، اللي ما يمكنش الا شي بلاصه غير تكون غير امنه يهرسوا لك الدجاج ويشفروا لك الممتلكات ديالك. حاول تستهلك بلا ما تهلك. الدكيكه راه هي الماء كيطيب، غنطيب شي دكيكه وغنخليكم عاوتاني مع دكيكه فيها طلع ونصيبوا في الطير. راه نتوما مجمعين معايا حتى نوصل ان شاء الله للمغرب. نسيت اتاي الدحميس، العلامه التجاريه اتاي الدحميس. الدكيكه هذه طالعه باتاي الدحميس
المغربي. وهاد البلاصه هذه فين البارح بالليل امسيت هنا في هذا المكان، وناس ديال راسي بيس اند لوف، داز هذاك الشيء داز ممتع، الناس زوينه بخير مع راسي، ما كاين لا اوتيل لا التلعبه، بخير بلاصه زوينه ديال توقف فيها واستريح ليا مع راسك وتعيا وتبغي تخلق جو، ضرب لي القيطار عمسي، فهمتيني؟ قال لي نعم سيدي، وديديكاس ولاد البلادي ولاد المغرب، وتحيه لكم كاملين. غنخليكم مع الدكيكه شو كي طالعه، يا سلام ماما ميا، دكيكه مزيانه عندي العده، كلشي كيف قلنا كلشي موجود، يكون عندك بحال هكا واحد الشكيكره قاد فيها كلشي الحاجيات اللي غتحتاج، قاد فيها القهوه كحله، قاد فيها النسكافيه، كابوتشينو، جيب معاك الشكلاط، جيب معاك الفنيد ديال الراه، جيب معاك فنيد شي حاجه منشطات اللي غادي تعاونك فيها، جيب معاك مليحه، جيب معاك كمون، فهمتيني؟ جيب معاك كلشي، جيب معاك زيت العود باش يجي معاك الطون باش تعيش الحياه، فهمتي؟ شو كي طالع باش تعيش الحياه تعيش الحياه. هذا هو السفر اللي يخليك تعيش بواحد النفس زوين وترتاح ليا مع راسك. كتشوفوا هانتوما العائلات طن كلشي بيس اند لوف، الناس راه مساريه مسافره مع راسها، الجو مزيان، الجو الحمد لله بخير، راني في امان الله وحفظيه. راه غادا الامور هي غنفطر مع راسي، غنقاد الطويبله ديالي، غنريح على برا كوريسي وداكشي ديال ما اتي دحميس، مش حتقدر تغمض عينيك، شوفوني. يا سلام الدحميس، اتاي الدحميس كيكاره. المهم درنا بيضات اومليت، داكشي راه طالع هو هذاك شو محيح كيدير صفر، داكشي البيو الكيكه راه طالعه مزيانه، بيضات تا هما راه مزيانين، الجو الطبيعه راه مزيانه، السالح راه كيبيع البيض هنا، كيبيع البيض هنا، راه عنده البيض، عنده كلشي البيو، الفيرما ديال البيض، وعنده الحولي، راه الخرفان اللي بغى الحولي يجي هنا. غنصيفطلكم بوزيسيون، ديروا ابوني وديروا جيم وخليو كومونتير، يلا والله ينفع، ما كرهناش ندوقوكم هاد البيضات هادو. كيكه مزيانه، الله الا الكيكه مزيانه بالله. انا غادي بحالي مخيم، فهمتيني؟ بحالي مخيم، غنوصل للمغرب بيس بخير مع راسي، ما فيا لا الجوع لا شي حاجه، الثلاجه عامره الحمد لله، كلشي موجود. باش تريح بهاد البركه هادي مغربيه في الشارع الفرنسي على الصباح، وكتفطر ليهم بالجبن وبيضات ودكه ديال الدحميس، راه ديما المغرب بيس. والله حتى الدحميس واعر والله. دابا بعد عمليه الافطار اللي تمت بنجاح بمساهمه اتاي الدحميس، غنواصلوا الطريق ديالنا ان شاء الله والى المحطه القادمه. دابا بعد عمليه الافطار اللي تمت بنجاح بمساهمه اتاي الدحميس، غنواصلوا الطريق ديالنا ان شاء الله والى المحطه القادمه. شوف الطبيعه هذه تبارك الله، يعني واخا كيكون التعب ديال هاد السفر هذا كتمتع بالطبيعه، كتمتع مع راسك بالجو زوين، ما كيكون خساره ولو هي متعبه. هاد الطريق هذه ماشي بحال لوطوروت، ولكن بالنسبه للكرفان يعني كتكون الثمن ديال لوطوروت مضاعف، فهمتيني؟ وانا عز علي حب الاستطلاع ونشوف ونسقي ويناتي ونعرف الطريق، باش نعرف ونيت الاكاذيب ديال الفيديوهات اللي كتنتشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، كيقولوا الشفره السرقه هادي، كيبينوا فيديو قديم يبقى يعاودوا فيه 100 مره. ها انتم حصريا مع دريس مول الكرفان من المانيا، ودور البنو حتى ان شاء الله حتى المدينه طنجه المغربيه. شوفوا على الطبيعه، شوف على خضوريه، شوف تمتع مع راسك في الطريق حتى توصل للبلاد. واصل مرضي الوالدين دائما يوصل بخير.
الاوتوروت الفرنسيه حيت الناسيونال متعبه بزاف وغتستغرق ليا وقت طويل، وخصوصا وانا جار الكرفان. الا كنت حاجه للمازوت حيت المازوت غالي في الاوتوروت، تقريبا زايد عليك واحد 7 دراهم 140 ريال مغربيه، 70 سنت ولا 80 سنت. يعني نخرج من الاوتوروت نعمر المازوت ونواصل الطريق ديالي الى المغرب باش ما نتعبش ونبقى غادي غير نيشان في الاوتوروت، وبلا ما نبقى كل مره نبدل او نفراني. راه غادي نقتصد هذاك الشيء اللي غنوفره في المازوت، اللهم نخلص الاوتوروت وبخير. يعني النصيحه الانسان ما يرهقش راسو بواحد الشكل اللي كبير وغيوصل مهلوك، يعطيه راسو الراحه، راه غادي في الطريق طويله. مرة ثانية واحد القسم ديال الراحة في لوطوروت طريق ليون، على مقربة من ليون فرنسية. وكريستينا راه هي كريستينا درت فيها واحد النعسة بيس. و كما العادة ما نساوش المساند الرسمي اتي الدحميس ومقيلة، راه مقيلة ودكيكة ناضية. دابا غادي نتعالج عاوتاني وغنشاد ديال اوتوروت، راك عارفين ها هي الطريق ديال اسبانيا، ها هي الطريق السمرة مغيمة. كان الجو سخون اليوم، ولكن الحمد لله من برد نيت مزيان، من ارتاحيت واحد النعسة جات زوينة. غادي نبقاو مع المتعة ديال هاد الطريق وهاد الرحلة هادي الى النهاية. فتنا الحدود الفرنسيه ودخلنا لاسبانيا. حنا غاديين في الاوتوروت، الجو كان زوين، انما كاين الحراره، ولكن الانسان غادي المغرب راه خاصو يصبر ويعطي راسو الراحه في كل ما حس بالتعب او العطش او الجوع. يعني يوقف كل مره، يوقف يراقب الطوموبيله ديالو، واش السخونيه مزيانه، واش الرويد يدور بالطوموبيله يشوف الرويد ديالو واش مزيان، وديك الساعه يكمل الطريق، ياخذ الوقت ديالو الكافي باش يوصل بالسلامه. وديك الساعه غتكمل الفرحه ملي كيوصل الانسان مع العائله ديالو. توصل كيف مشيتي ب100 جار معك كروسه، كيف مشيتي بطريقه عاديه 120 140 150 الا كان مسموح، 160 في المانيا كتسوق مزيان، خصوصا الا كان عندك الحديد مليح وتكون مراقب السياره ديالك مزيان. ولكن السلامه ديالك هي الاساس. ملي كتوصل كتنسى التعب كامل، ملي كتشوف العائله ديالك وانت فرحان وواصل على خير. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. البارح ما كملتش حتى لبرشلونه لان حسيت بالعيا، ونوصي اي واحد كان مسافر وطريق طويله وحس بالعياء يدخل لشي باحه الاستراحه ويجاور صحاب الموكات، يعني كيكون المكان امن لك تي بالجنب ديالهم. بصراحه فرنسا ما فيها حتى مضايقات في لوطوروت ولا حتى في الطريق العاديه الناسيونال ديالها. يعني ما شفت حتى الظاهره ديال الكريساج ولا شي وحدين كيحوموا عليا ولا شي حاجه، ما شفتهاش. ولكن غادي نفسر لكم في اخر هذا الفيديو علاش كيتم بعض السرقات ديال بعض العائلات خصوصا في اسبانيا. هنا كيف كتشوفوا جهات الباحث الاستراحه كيوقفوا عائلات، كيكونوا السيارات هنايا، كيكونوا الدراري كيلعبوا، كيكونوا باركينغ ديال الطوموبيلات، وكذلك المول كرفان تا هو انا حاضر معاهم. نواصلوا الرحله ديالنا. الحاضر يعلم الغيب، مول الكرفان ها هو جاي في الطريق، كل شيء يخبر مول الايركاد انا جاي في الطريق، خوي البلاصه بيع الساروت، رهن الساروت، نخبر الوقت اللي نوصل المغرب ما نشوفكش مول الايركاد الكرفان. السلام عليكم، انا كريستينا مول الكرفان. كالعاده كناخذ واحد الاستراحه قصيره على مقربه من مدخل مدينه برشلونه.
انا باحث الاستراحه، هذا مكان اللي اخذ قسط من الراحه، نصايب واحد القهيوه. كيف كتشوفوا اماكن امنه، ما كاينش اللي كيأذيك في اسبانيا ولا شي حاجه. كنقولوا اسباب ديال السرقات غادي نتطرق لهم في النهايه ديال هذا الفيديو ديال هذه الرحله اللي غتقضيو معايا. غتكون تلخيص ديال هذه الرحله كامله، غيكون في الباخره. عندي لكم واحد الفيديو قصير من الباخره فيه تلخيص ديال الرحله كامله اللي خديت من المانيا الى المغرب، ليس فقط للجزيره الباطو ولكن للمغرب كامله. الكرفان بالسياره ديالي، شحال ديال المصاريف ديال الطريق، يعني غنجمع لكم الاتعاب ديال الطريق شحال كتكلف، واش مزيانه ولا ما مزياناش. الفائده ديال الكرفان، فين كتلعب الدور ديال الكرفان، شنو هما الايجابيات ديال باش تكون عندك كرفان، كيفاش الاحساس ديالي انا وكنسافر بوحدي في الطريق ما معايا حتى واحد، واش مزيانه ولا ما مزياناش. هادشي كامل غتشوفوه في الاخر ديال الفيديو. تحياتي وبقاو معنا. القهوه راه هي جاهزه، صيبتها بالمحرك، صيبتها المي راه كطيب، يعني كطيب في الكرفان. المهم راه موجوده، غادي القهوه اصبحت جاهزه. ما ننساوش الراعي الرسمي اتي التحميس، بيس اند لاف. الحدود الساعة في إسبانيا في طريق برشلونة، يعني ما تعرضت حتى مضايقات من شي واحد. هذاك الشيء كاع اللي كنت كنسمع كنقول بأنه ممكن ما غيكونش في الطريق لإسبانيا، ولكن من غنوصل لطاراغونا غادي نتفاجأ بواحد الباحة استراحة او واحد المكان للسياحة اللي كيوقفوا فيه الناس ياخذوا الباسبور، فيه بعض اللوحات اللي كتشير بان هذا المكان هذا خطير، هو اللي غتشوفوه في المرحلة القادمة من هذا الفيديو. يعني كاين بعض الاماكن اللي غير آمنة في الطريق لإسبانيا، وكذلك كاين بعض المضايقات من بعض المافيات الإسبانية. بان ليا واحد المكان جميل في طاراغونا، وقفت انا ناخذ بعض الصور ونرتاح شويه ونواصل الطريق ديالي. كيف كتشوفوا بزاف ديال السياح في هذه البلاصه هذه، كنتفاجأ بثلاثه ديال الطابلوات كبار من ورايا وكاتبين فيهم بجميع اللغات بان هذا المكان ما كنصحوش به الزوار يبقاو واقفين بزاف، حيث تقدر تعرض للسرقه من بعض المافيات المتنوعه الجنسيات، وقريب على اللوطوروت، يعني يقدروا يشفروا لك الحوايج ديالك ويهربوا، خصوصا لك تحط السياره ديالك قريبه من السيارات الاخرى كتكون الجوقه ما تقدرش تنتبه للسياره ديالك. انا حاط الكرفان ديالي والطوموبيله دائما في بلاصه منعزله باش نبقى مقابلها من بعد. كيف كنقولوا كنوريكم باش تسهلكوا بلا ما تهلكوا، وهذه غير نصيحه. وتحياتي. هنا بديت كنشم ريحه المغرب من قربت من الخزيرات، يعني ما بقيتش بعيد من مدينه طنجه او ميناء طنجه. وردوا البال من اشنو غيوقع ليا في الخزيرات مع نكون في المرسى ديال الخزيرات. شحال من نصاب غيجي عندي وغيبغي ينصب عليا. كاينين طرق كثيره باش يحاولوا يخدعوك ويديو لك الفلوس ديالك او يسرقوك من تبغي تدور معاهم. انا كنوريك باش تسهلك وبلا ما تهلك. حنا كنفيدوا بعضياتنا بالنصائح لتعم الفائده ونديروا حد للنصابه على الطرق الاوروبيه. الاخوان ملي غتجيو هنا للمرسى غتفاجئوا كل مره غيجي عندك واحد هاز باسبور ديالو كيقول لك تكمل ليا باش ناخذ الباطو باش نركب، عنده باسبور حمر داير فيه 10 اورو، كيقول لك واحد كيجي عندك كيقول لك مشاو لي الاوراق كاملين، تشفر لي الصاك، خصني دابا نرجع لفرنسا،
وغادي يرجع لبوردو ولا شي لعيبه ندير ديكلاراسيون عند البوليس عاوني. يعني بزاف ديال النصابه غتلقاهم هنا، اكيد بزاف ديال النصابه. من عندك الوراق قضيه محسوقه علاش تهبط البلاد؟ خليك اللهم هنا، خليك مخبي هنا، ما عارف حتى واحد، ما عندكش باش تقطع شي البلاد. شنو غتبقى تشقى صاحب البلاد باش ترجع عاوتاني؟ ها المهم هادي ديروها في راسكم حتى هي. المرحله الثانيه اللي درتها انا وكريستينا في المرسى هو دخلنا عند الباب ديال البوليس كونترول، عطينا الباسبور والبي ديالنا ديال الباطو والكارطه ديالك، كارت سيجور ديالك، دار لهم كونترول عطانا، ودخلنا للباركينغ ديال الباطو اللي هو هنا كنتسناوه. ما غيجي باقي مع 11:30 غيقلع الباطو ديالنا، هو قريبا غيجي هنا الباركينغ غادي ستاسيوني، وبعد ساعة ونص نكونوا في مدينة طنجة المغربية. كريستينا اللي العمر ديالها كيزيد على 30 سنة ضربات معايا ما شاء الله 2800 كيلومتر ماكينة دور البلو، وغتمشي معايا للمغرب وغدير معايا الجولة في المغرب. يعني كريستينا العزيزة واتي التحميس وبيس. المهم غادي انا وكريستينا نمشيو ندخلو دابا ان شاء الله. انا وكريستينا نمشيو ندخلو بحول الله تعالى. الباطو ديالنا هو هذا. بيس. المهم داخل انا وكريستينا داخلين الباطو دابا، داخلين الباطو انا وكريستينا كيبلاصينا خونا. المهم نبلاصيو وديك الساعه انا معاكم عاوتاني. بلاصيت انا وكريستينا اخيرا في الباطو، اخيرا كنشمو ريحه البلاد بعد سفر وعناء طويل 2800 كيلومتر. انا والشابه كريستينا الكرفانه ديالي العجيبه اللي قطعت معايا المسافه بنجاح. داخل الباخره وستاسيونينا داخل ان شاء الله غنكونوا حنا الاولين اللي غادي نخرجوا بهذا الباطو. الباب ديال الباطو هو هذا، حنا مبلاصين هنا، يعني حنا الاولين المرضيين ومن الاولين اللي يخرجوا بهذا الباطو، من الاوائل اللي غنكون. كيتم العمليه ديال الشحن، كيدخل الرموكات كيدخلوا مارشاريان كيمشيو يبلاصيو هيك، كذلك الطوموبيلات. كريستينا انا وكريستينا العزيزه الناس ديال الالمان عطاونا بلاصه قدام، فهمتيني، مكبرين بين الله يكبر بهم. المهم غادي واحد الدقيقه نشرب قهوه نجمع الباكطاج ديالي وغادي نطلع بيس. اوروبا اللعينه صراحه، اوروبا اللي عذبت الكثير من الشباب كما انها اسعدت الكثير المحظوظين من الشباب. أوروبا التي لا تزال حلم الملايين ليس الآلاف. نقول لكم ان اوروبا للجميع. الا بغيتي حلمك تحققو سعى ليه وتقاتل من اجله. سبل النجاح عديده ومتوفره.
غادي شي جاي. الله يوصلنا بخير، نشوفوا الحباب ديالنا وصحابنا ونرجعوا. حابسين ليا كريستينا هنايا. خروج كريستينا بنجاح. كريستينا خارجة بنجاح. الحمد لله وصلنا بخير. انا وكريستينا كارافان. قولوا لمول ايركات مول كارافان جاي. تحياتي لكم كاملين. دازت الجمارك كلشي الحمد لله بخير. حلت لهم كريستينا الكرش ديالها من الداخل اشنو فيها. ايوا الحمد لله حنا غاديين دابا شادين لوطوروت الى الدار البيضاء. الحمد لله وصلنا بسلام. هادشي اللي بغينا المبتغى. اخوان معامله ما شاء الله. ضحكنا معاهم شويه. كان وقت شيق مع الجمارك المغربيه، الشرطه ديال المطار ديال طنجه، ديال الميناء. صراحه كاينين الدراري زوينين صراحه. خص الواحد يعرف كيفاش يدوي ويهضر. الامور كدوز بخير. دزنا في السكانير، تعطلنا شويه الشميشه، ولكن اش هذاك العمل هو هذاك. الخدمه ديالهم هي هذيك كدار. خاص الدار صافي مع اي واحد. تحياتي لكم كاملين. هو تاني وتاني هو تاني ام الكرفان هو تاني الكرفان هو تاني والكرفان هو جاي. هو تاني وتاني تاني وتاني تاني ام الكرفان تاني. حميس اتيت حميس. اها اي اها اي اها اي اها اي 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 ما الحمد لله كتصل البلاد. ملي كتقرب الرباط طريق المحطة السادس كتشم ريحة المدينة زادتي فيها وكبرتي فيها. مع كريستينا من هنا وكنشم ريحة كازا. اتيت تحميس بيس. كنشم ريحة العائلة ديالي. بيس عند الله. الله على البلاد. الله على 3100 كيلومتر الجدرات ديال الطريق مشاح. بيس. الفيديو طويل بزاف اخوتي، غنقسمو على جوج. وهنا كتشوفوا بان كريستينا ولا فيها الدرابو ديال المغرب، واحد الجماليه كبيره بزاف اللي غتشوفوها في الفيديو الثاني. خليو كومونتير، بارطاجيو الفيديو باش تشوفوا الاحداث ديال الرجعه من المغرب بكريستينا بحله جديده. وكذلك غتشوفوا كيفاش تلخيص ديال هذا الفيديو. غتشوفوا كيفاش تزينت كريستينا، كيف جات بيضة ورجعات مزوقه بشكل جميل بزاف.